السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في حلقة جديدة وتأهل مصر لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخ مصر توصل لكأس العالم. بقيادة حسام حسن، وطبعا بالجهاز الفني بتاعه كله مصر تاني بتأهل لكأس العالم بعد الغياب في 2022 عشان تبقى دي المرة الرابعة في تاريخنا، وهنبقى يعني واحنا من أول المنتخبات اللي الحمد لله عرفنا نحسم تأهلنا من أفريقيا وما دخلناش نفسنا بقى في الحسابات والكلام ده كله. فالناس، في ناس فرحانة وفي ناس مش فرحانة والدنيا فيها حالة جدل. خلينا بس نقول ان الناس انا متفهم الاتنين. يعني هو عندك واحد بيقولك احنا قبل كده حتى لو كان معانا مجموعة سهلة او كنا نلعب ماتشات سهلة ما كناش برضو بنعرف نتأهل. ناس بتقولك اصل احنا لو تأهلنا فهنعمل ايه والقرعة سهلة والمجموعة، وبعد ما افريقيا بقت 9 منتخبات ونص بيتأهلوا لكأس العالم فطبيعي ان احنا نبقى واحد من المنتخبات دي. واصل احنا فعلا لو ما بقناش من المنتخبات دي فاحنا هنبقى في كارثه يعني. ف انا رايي، انا مبسوط بالتاهل لكاس العالم دي، يعني حاجه كده كده. يعني فريتك لما بتلعب في منتخبي لما بيلعب في كاس العالم اكيد دي حاجه تانية، وهي دي اهم بطوله في الكوره. والواحد يعني لما يتفرج على كاس العالم في الطبيعي من غير المنتخب بيحس ان لا احنا المفروض نبقى هنا، احنا محتاجين نبقى مع دول. فلما المنتخب لما وصل انا فرحان. بس هل الفرحه نفس فرحه 2018؟ 100% لا. فرحه تاهل لكاس العالم في 2018 غير، حتى فتحس في مصر كلها. يعني في مصر كلها ساعه 2018 تحس الناس كلها كانت مستنيه الماتش بتاع الكونغو، مستنيها هنشوف هنعمل ايه. لما تبص تلاقي استاد برج العرب كله متقفل، والناس اللي بره واللي قاعدين والشوارع والحاجات دي تبين لك قد ايه الماتش مهم وقد ايه الحاله مهمه. ولما دخل فينا الجون بتاع الكونغو، وده بكلام الناس اللي كانوا في الماتش وناس كتيره، يعني لو فعلا الملعب كله تحسه سكت. ملعب ساعتها تحس سكت ان الناس كلها كانت داخله ولقطه صلاح وهو نازل على الارض اللي كانت معيشاه في الحاله بتاعه المباراه. وان هو تحس ان فجاه حلم كاس العالم ده بيروح، مع ان احنا كان عندنا ماتش بعدها قدام غانا برضو. فكان في فرصه نقدر ساعتها برضو، يعني لو ما تاهلناش في ماتش الكونغو كان ممكن في ماتش غانا اللي بعد كده اللي تعادلنا 1-1 بجون شيكابالا، كان ممكن بعد كده برضو نروح ونبقى عندنا فرصه في التاهل. لكن الناس كلها كانت داخله في الحاله بالفرحه. واللي حصل ساعة لما تريزيجيه كده من اوت اوف نو وير كده جاب ضربة جزاء للمنتخب وصلاح دخل يشوطها وتأهلنا لكأس العالم. دي الفرحة الحقيقية إن الناس كانت حاساها والناس كانت فيها في 2018. اللي حصل في السنة دي بتاعت 2026 وان احنا تأهلنا لكأس العالم في 26، فرق كبير قوي بين الاتنين بصراحة. ان 2018 انت بعد 2010 بتاعت حوار الجزائر ومودرمان الماتش الشهير، وبعديها في 2014 مع بوب برادلي لما انت عملت تصفيات كسبت كل المجموعة، اخدت النقط كلها. بعد كده رحت تلعب ماتش صعب قدام غانا اخدت 6 ومعرفتش تعمل حاجة بعد كده وطلعت. ففي 2018 الناس كانت يعني، وفي الحالة اللي احنا دخلها لنا كوبر واحنا بدأنا ازاي وصلاح وعبد الله السعيد وصلونا لكأس العالم. بعد كده جينا في 2022 لما طلعنا كده هوبا مع كيروش وصلنا لقينا نفسنا في نهائي افريقيا بعد ما كان في دور المجموعات. الناس بتقول لك لا كيروش ما يكملش، كيروش المفروض يمشي بعد 3 ماتشات بالظبط ومن اول ماتش نيجيريا. الناس بتقول لك لا كيروش ما يكملش، كيروش ما ينفعش يكمل منتخب. مره واحده لقينا نفسنا ان احنا وصلنا نهائي كاس الامم. والله وطلع علينا لاعب زي عمر كمال عبد الواحد لقيناه بعد اصابه اكرم توفيق برباط الصليبي. محمد عبد المنعم الناس ما كانتش تعرف مين محمد عبد المنعم، لانه اساسي وقد المسؤوليه ومدافع ما عندناش منه في مصر حرفيا، واحد اللي بيلعب لك من تحت وموجود. ولقينا برضو امام عاشور، كميه اللعيبه اللي دخلها كيروش طبعا مش محتاج اتكلم، وعمر مرموش. ومره واحده بقينا في النهائي قدام السنغال وخسرنا ضربات جزاء. بعد كده سبحان الله نلبس السنغال في النهائي في اخر ماتش في التصفيات المؤهله لكاس العالم، ونوصل معاهم لضربات جزاء بعد ما كسبنا 1-0 هنا بجون محمد صلاح. ورحنا في السنغال لبسنا جون ولعبنا وكملنا بقيه الماتش بالاشواط الاضافيه، واحنا فرق جون، سوري، متعادلين 1-1 في الماتشين، ودخلنا ضربات جزاء وخسرنا ضربات الجزاء. فدي مش زي دي لما انت، يعني الخساره الناس كلها كانت ساعتها متضايقه. وانا يعني انا هتكلم عن نفسي، انا ساعتها اليوم ده انا حرفيا كنت مش طايق نفسي. ان انا كنت خلاص شايف ان احنا وصلنا ضربات جزاء وانت داخل عندك اهم 2 لعيبه بيشوطوا عندك ضربات جزاء. صلاح دخل اول واحد وبعد كده زيزو، الاتنين بيضيعوا، دول اهم 2 لعيبه عندك. فدي مش زي دي. انا بصراحه شايف ان التصفيات دي انت بعد ما بقت ال10 9 منتخبات ونص
او ممكن يبقوا 10 من افريقيا، فانت لازم تبقى واحد منهم، انت ما ينفعش ما تبقاش واحد منهم. انت مش زي كاب فيردي اللي اول مره توصل لنهائيات كاس العالم في تاريخها، ولا انت زي بنين اللي كانت عندها فرصه ان هي تتاهل لكاس العالم عن طريق على حساب نيجيريا وجنوب افريقيا، بس في الاخر جنوب افريقيا هي اللي اتاهلت. فانت مش زي دول، انت مش بالنسبه لك ده حدث انت مستنيه يحصل. يا اخي احنا ما صدقنا ان احنا بقينا 10 منتخبات عشان خاطر نوصل لكاس العالم لاول مره في تاريخنا. لا، احنا معانا 7 افريقيا، واحنا تاريخنا كبير في الكوره، وصلنا ل3 مرات قبل كده، ودي المره الرابعه. احنا زينا زي السنغال على فكره. السنغال اللي الناس شايفه ان هي منتخب واحد من اقوى المنتخبات في تاريخ افريقيا، السنغال واصله 4 مرات كاس العالم في تاريخها. فمش احنا مش بعيد على فكره، يعني احنا عشان احنا الناس كلها بالحاله اللي كان عاملها جيل ابو تريكه وحسن شحاته، فالناس كلها كانت تحس ان احنا، لا احنا في كارثه ان احنا ما تاهلناش لكاس العالم قبل كده كتير. بس انا ما يهمنيش عدد المرات، انا يهمني عدد تاثيري في كاس العالم. يعني احنا تاهلنا لكاس العالم الحمد لله ب 20 جون، ودخل فينا جونين، واحنا ما خسرناش ولا ماتش في التصفيات كلها. حاجه تحسب لحسام حسن، حاجه تحسب لحسام حسن. بس حسام حسن لاعب مين؟ اصعب منتخب اللي احنا كان معانا في المجموعه كان بوركينا فاسو، بوركينا فاسو مش في اقوى حالاتها. هل ده حاجه حسام حسن يلام عليها؟ لا، انا مش بلوم حسام حسن، انا بلوم على الماتشات اللي انت لعبتها، الماتشات الصعبه. يا سيدي فكك من الماتشات بتاعه التصفيات، انت الماتشات الوديه اللي انت لعبتها ما لعبتش منتخب قوي. انا ما شفتش مصر قدام فرقه قويه. منتخب مصر يعني مثلا كان في اخبار طلعت، واحمد عبد الباسط كان طلع قالها مع ابراهيم فايق ان احنا عندنا فرصه ان احنا نلاعب البرازيل. طب ما انا عايز اشوف منتخبي قدام البرازيل ايه، انا عايز اعرف انا دنيتي. هل انا اعلي التوقعات وانا داخل كاس افريقيا، ولا لا اقول لا احنا لسه بنبني. انا عايز اشوف الحته دي. ما انا مش هشوف الحته دي وانا بلعب افريقيا الوسطى، ولا غينيا بيساو، ولا المنتخبات دي. انا هشوفها وانا بلعب البرازيل مثلا، اشوف دنيتي انا ايه قدام البرازيل، انا ايه قدام السنغال، انا ايه قدام المغرب. هي دي اللي هتخليني اعرف لا ان احنا هنا نعلي البار، احنا نقدر. هنشوف هنقدر ننافس يا اما لا. احنا مش هنقدر ننافس ومش هنقدر نعمل حاجه في افريقيا. وانا متفهم خوف حسام حسن من ان هو مش عايز يلعب ماتشات صعبه، ان هو حاطط في دماغه والضغط اللي محطوط عليه فكره ان اتحاد الكوره بالمنتخب التاني اللي هو عامله، جايب له فيه حسام الحضري واحمد حسن، اللي علاقتهم بحسام حسن مش اقوى حاجه. وكمان فكره ان هو ان هو حاطط في دماغه ان انا اي ماتش هخسره فده معناه ان انا مش هكمل في خطه المنتخب. فدي حاجه برضه حسام حسن ضغطات، يعني انا غير الضغط بقى بتاع الجمهور اللي انا واحد منهم، ان انا مش مع، كنت شايف ان حسام حسن وفكره تعيين منتخب مصر مش ده اللي هيعدل الميله. الناس حاطاه في نفس الكاتيجوري مع الجوهري، وهما الاثنين نفس الشخصيه. الجوهري لما مسك منتخب مصر كان عامل نجاحات قبلها، حسام حسن ما كسبش حاجه يعني ما اظن كان واخد له كاس ولا كاسين. ودول البطولات اللي انا فاكرها له. كان حسام حسن ما اخدش دوري ابطال افريقيا، ما اخدش دوري مصري، ومسك فرق تقيله، مسك الزمالك. هتيجي تقول لي ساعتها الزمالك كان في العشريه السوداء والكلام ده كله، مسك بعدها بيراميدز بلعيبه وفرقه كان فيها عبد الله سعيد ورمضان صبحي وناس كتير. فانا ده اللي كان دايما تخوفي من حسام حسن. لكن انا ما فيش بيني وبين حسام حسن حاجه، يعني حسام حسن ما يعرفش ان في واحد في الكون اسمه احمد هاني اساسا دلوقتي بيتكلم عليه. فانا ما فيش حاجه شخصيه بيني وبين حسام حسن. بالعكس، انا حسام حسن لما بتفرج له على ماتشات وهو لعيب كوره، انا يعني بتفاجئ ان ازاي ده ما حطمش الارقام بره، ما لعبش في كوره بره مصر وحطم الارقام، والناس اللي في العالم كلها تعرف مين حسام حسن بقدرته كمهاجم. بس دلوقتي انا ده مش مشكلتي. انا مشكلتي ان انا مثلا نشوف نفسنا قدام المغرب، نشوف المغرب في كاس العالم للشباب عامله ايه. المغرب النهارده عندها ماتش في نص النهائي بتاع كاس العالم قدام فرنسا للشباب. المغرب اللي في كاس العالم للكبار في 2022 وصلت لنص النهائي برضو واخدت المركز الرابع. ده اعلى انجاز في تاريخ افريقيا. فانا ايه بقى قدام المغرب؟ انا مقارنه بالمغرب كمنتخب شباب قدام منتخب شباب، انا طالع من المجموعات والمدرب بتاعي شايف ان احنا طالعين بسبب انذارات مش بسبب اداء، مع ان في الاداء احنا خسرنا من اليابان، وطلع قال خسرنا من اليابان ومتفاهم الخساره من اليابان، بس وخسر من نيوزيلندا برضو. اللي بيقول لك اصل نيوزيلندا زي اليابان، لا نيوزيلندا مش زي اليابان.
ان لو نيوزيلندا زي اليابان ما كنتش انت طالع شايط عليهم حاجه و20 كوره، شايط كوره وعامل هجمات بحاجه و20 هجمه، مش فاكر الرقم بالظبط، ما كنتش طلعت بنسبه الاستحواذ دي كلها. بس انا ما علينا، انا حسام نبيه ده الحاجه اللي متصدره، لكن انت من تحت انت مش مؤسس صح، انت من تحت انت احنا بنشوف اللاعب والله انت يعني لو طلع لنا واحد زي محمد صلاح تبقى خير وبركه، لكن انت مش عامل منظومه زي مثلا منظومه المغرب اللي هي بتطلع اشرف حكيمي واحد واثنين وثلاثه زي حكيم زياش وزي ناس كتيره جدا. في منظومه هناك شغاله عشان تطلع لعيبه، تنتج لعيبه كبيره. لكن انت في مصر انت بيطلع لك والله لاعب بالحظ زي محمد صلاح، هو هياخد يخش بدراعه كده. انا لا، انا مش هروح ولا اهلي ولا زمالك، واخد الريسك ان انا اروح بازل، وبعد كده عمل اللي صلاح عمله. والله عندي واحد زي عمر مرموش، الناس بتطلع تتكلم اصل ده ابوه عامل له، طب ما يعمل له ابوه. ما ايوه، هل ابوه دفع او ابوه عمل له على الفاضي؟ لا، الناحيه التانيه هو عنده اداء واشتغل على نفسه وتعب واتدرب وعمل 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 لحد ما بقى بيلعب في مانشستر سيتي. اصل جوارديولا مش هيروح يشتريه عشان خاطر ابوه دفع له فلوس وسفره بره. فانت ما عندكش المنظومه اللي بتاهل اللعيبه. انت عندك منظومه بتدفع فلوس بس، انت عندك لعيبه بتاخد فلوس وبتقدم اقل من المفروض يتقدم بكتير. فانا متخوفي، واللي مخليني مش فرحان بالفرحه الكبيره ان انا حاسس ان احنا هنروح كاس العالم وهنرجع. وهي نفس اللي هيحصل، نفس اللي حصل في 2018. هنشوف لكل الاعلاميين سواء بقى ابراهيم عبد الجواد ولا سيف زاهر ولا ابراهيم فايق، هتلاقيهم كلهم حاجزين على الطياره ومسافرين امريكا، والفنانين بقى رايحين ورا المنتخب. وهنشوف بقى نفس العبث اللي كان بيحصل في 2012 بنسبه كبيره، هو نفس العبث اللي احنا هنشوفه في 2026. مش هيختلف حاجه. ده اللي انا تصور في دماغي، واتمنى ان انا اطلع غلط. بس ليه؟ عشان انا من التجارب اللي قبل كده دي هي اللي مدياني اللي هيحصل في الفتره الجايه. اصل احنا ما هل احنا هنعرف نقفل على المنتخب؟ مش هنعرف نقفل مع المنتخب. هل احنا هنعرف نعمل معسكر كبير لحسام حسن؟ هل حسام حسن اساسا هو اللي هيبقى المدير الفني لمنتخب مصر في 2026؟ انت متوقع؟ انا مش متوقع. انا متوقع والله مع اول اخفاق، حتى مع فكره ان انا يعني مش عاجبني فكره ان حسام حسن يبقى هو المدرب بتاع منتخب مصر، وشايف ان احنا ممكن يبقى عندنا فرصه ان احنا ممكن نجيب مدرب من بره يبقى احسن. انا من الاول تيم كيروش، بس كيروش دلوقتي بقى له فتره متخبط مع قطر، وبعد كده راح عمان، بعد كده بقى له فتره متخبط. فانا مش مع فكره. بس انا ما عنديش فكره. انا مش عارف 100% ان انا هلاقي حسام حسن هو مدرب منتخب مصر في كاس العالم، لان ده اكيد هيتوقف على منتخب مصر في افريقيا هيعمل ايه. ف... فانا ما عنديش الثقه ان انا هخش الاقي حسام حسن. فعقبال ما تجيب مدرب بعد افريقيا اللي هتخلص في 1 ولا 2، وكاس العالم في شهر 6، هيبقى معاه 4 شهور هيلحق يعمل ماتشات وديه. او حتى حسام حسن هيعمل ماتشات وديه قدام مين؟ الفرق الكبيره. هو مش هياخد الريسك ده بدري. هو ممكن والله ياخدها بعد ما يعمل كاس افريقيا كويس، فيقول يلا انا عندي كاس افريقيا في ظهري تدعمني ان انا اخش بيها كاس العالم، فيلا نجرب حظنا قدام السنغال، ولا نجرب حظنا قدام مين، ده وده وده، ونشوف هنعمل ايه. لكن مش من دلوقتي انت هتشوف في الفكره ان انا لا انا ما انا هنشوف انا عايز هنلاعب السنغال التوقف الجاي بتاع 11 اللي احنا ما عندناش فيه ماتشات، بدل ما تجيب لي ماتشين قدام في منتخبين احنا كده كده نازلين هنكسبهم باي حد. حط لي ماتش صعب. يا عم حط ماتش سهل جدا، وحط لي ماتش صعب. حط لي ماتش صعب الناس تبقى عارفه احنا فين، احنا دلوقتي ايه دنيتنا. هل احنا هنخش معليين توقعاتنا وهنحط الضغط على حسام حسن؟ لا، انت معاك فرقه دلوقتي تقيله تقدر تاخد بيها افريقيا بعد ما انت عملت 1 2 3. ولا احنا كل تجاربنا قدام غينيا بيساو وقدام افريقيا الوسطى وقدام الفرقه دي كلها. وحسام حسن لما جه مسك منتخب مصر قال لي ان هو هيدخل لعيبه جديده للمنتخب. حسام حسن ما دخلش حد جديد غير خالد صبحي، ده اللعيب اللي في دماغي اللي هو داخل جديد، وممكن شويه عبد العزيز البلعوطي. بس هل دول بياخدوا دقايق؟ ما بياخدوش دقايق. لكن فين اللعيبه الشباب اللي انت المفروض تديها فرصه؟ انت مروان عطيه كان غايب وعامل عمليه فتاء مع الاهلي، اول ما رجع بس وما لعبش ولا ماتش مع الاهلي، اول ما انت عرفت ان هو سليم رجعته تاني المنتخب ومجربتش حد مكانه. مفيش لعيبه جديده بتخش المنتخب، هم نفس الاسماء اللي بيخشوا كله معسكر.
سواء انت والله كنت بتلعب الفتره اللي فاتت مع منتخب مع فرقتك ولا لا، انت كده كده داخل كده كده عارف مين اللي هيتم استدعائهم. فما فيش حاجه ما فيش حاجه بنبنيها للمستقبل. اصغر اتنين لعيبه عندنا هم ابراهيم عادل ومحمود صابر، دول اصغر اتنين لعيبه عندنا. لكن مين تاني؟ شوف طاقم الدفاع بتاعك كله، اصغر واحد فيهم محمد حمدي. محمد حمدي ده غالبا عنده 29 ولا عنده 30 سنه، لكن محمد هاني كسر ال 30، وياسر ابراهيم ورامي ربيعه واصغر، وفي عبد المنعم اصغر منه، بس عبد المنعم دلوقتي عنده رباط صليبي ويا رب يرجع بنفس المستوى بتاعه قبل الاصابه. لكن انت مفيش حاجه مخطط لها. لسه عندك برضو محمد الشناوي هو الحارس الاساسي بتاعك الكبير، وهو بنسبه كبيره هو اللي هيبقى الحارس بتاعك في كاس العالم، عشان ساعتها مش هيكون واخد مصطفى شوبير. ما اظنش ان هو ساعتها هيكون اخد عدد الماتشات الكافي اللي هيخليه يلعب اساسي في كاس العالم، او هو مش هيريسك بمحمد صبحي ولا محمد عواد، اللي على حسب مين فيهم هيكون ساعتها اللي بيلعب اساسي في الزمالك والكلام ده كله. فمفيش تخطيط. هل التخطيط ده يلام عليه حسام حسن بس؟ لا طبعا. ابقى انا راجل ظالم وابقى راجل مجحف ان انا بظلم حسام حسن واقول له انت اللي مش بتخطط. ان كل الانديه في مصر ما فيهاش تخطيط، ولا اتحاد الكوره مخطط بصح، ولا في لعيبه واضحه في الدوري المصري الصغيره. ارجع اقول لك المنتخب الصغير اللي انت كنت يعني المفروض ده هو اللي هم هيبنوا عليه الفتره الجايه، طلع من كاس العالم ما فيهوش لعيب بارز غير احمد خالد كباكا، وغير محمد عبد الله اللي الناس كلها عارفاه. وحتى محمد السيد اللي كان بياخد عدد دقايق مع الزمالك ما كانش بيلعب. ولاعيبه كانت الناشئين بتاعت الدوري الانجليزي، سواء بقى عمر خضر ولا اللاعب بتاع ليفربول ولا اللاعب بتاع ارسنال، احنا ما شفناهمش كفايه. فانا قلقان، تبقى ده كاس عالم جديد، زي كاس العالم اللي فاتت اللي احنا رحناها، سواء بقى في كاس عالم 90 ولا في كاس عالم 2018، اللي احنا زي ما رحنا زي ما جينا فرحانين، بس اللي احنا جبنا جوان بس، واللعيبه بتاعتنا احتفلت في كاس العالم. هو ده اللي احنا بنروح نعمله في كل سنه، واللعيبه هيبقى معاها في الباسبور فيزا امريكا. بس هو ده اللي انا خايف منه. خايف ان احنا نطلع حصاله، عشان مفيش حاجه بتوحي المنتخب ده هيتقفل عليه. المنتخب ده ياخد فتره الاعداد الكافيه. لكن فرحه اول كاس العالم لا، موجوده طبعا. دي حاجه يعني من حق اي منتخب. طبعا عندك الجزائر احتفلت بالتاهل لكاس العالم، محدش طلع قال ليه الجزائر ده منتخب الجزائر انتوا بتحتفلوا بالتاهل لكاس العالم. لا، عملوا زي ما احنا عملنا، وكانوا بيلفوا الملعب كله والناس فرحانه والناس مبسوطه، ورياض محرز مش مصدق نفسه. فده حاجه عاديه، مش حاجه مفاجاه. عادي نحتفل بكاس العالم. بس بقى هل احنا بقى هنخطط زي الجزائر؟ ما اشك بنسبه 100% ان احنا عارفين احنا هنعمل ايه الشهر الجاي في التوقف الجاي. احنا لسه دلوقتي هنشوف، والله هنلف على كل منتخب هنقول له لعبنا ماتش والنبي. فهنلاقي المنتخبات القويه اللي عندها تخطيط صح هنلاقيها اغلبها مسكنه ماتشاتها، فهتروح للمنتخبات السهله، يلا يلا يا شباب انزلوا العبوا ماتشين في التوقف الدولي، عشان احنا لا ده توقف دولي فاحنا لازم نحط فيه ماتشات. فانا خوفي من التخطيط ومنظرنا هيبقى عامل ازاي قدام العالم. ان احنا قدام رقم قياسي سلبي، ان احنا هنبقى اكتر منتخب يعني الهندوراس لو اتأهلت لكاس العالم فهيبقى الرقم ممكن هم يحافظوا عليه. ان احنا عندنا رقم سلبي ان احنا نبقى اكتر منتخب لعب ماتشات في كاس العالم من غير ما يكسب ولا ماتش. لحد دلوقتي لاعبين 7 ماتشات ما كسبناش ولا ماتش. الهندوراس لعبت اكتر مننا، مش فاكر كام ماتش، بس لعبت اكتر مننا وما كسبتش ولا ماتش. فده رقم قياسي، يعني اتمنى ان احنا ما نحققهوش. واتمنى بقى سواء تاهلنا بحسام حسن ولا حسام البدري ولا جبنا حسن شحاته من المستشفى ضرب، انا اتمنى اي حد هيبقى موجود مع المنتخب في كاس العالم يبقى قادر يقفل على المنتخب صح كويس جدا، ونعمل ماتشات بشكل كويس. انت عندك لعيبه، عندنا لعيبه كويسه. عندك محمد صلاح احسن جناح في الدوري الانجليزي واحسن لاعب في الدوري الانجليزي خلال ال7 سنين اللي فات. عندك عمر مرموش واحد لسه في انطلاقته في الدوري الانجليزي ولعيب كويس وعنده اداء، ومصطفى محمد، وعندك امام عاشور لما يرجع، وعندك تريزيجيه لما بيبقى فايق، وعندك زيزو لما بيبقى فايق برضه، وغير مروان عطيه وعبد المنعم، كل دول لعيبه كويسه جدا. بس اتمنى ان احنا نبقى قادرين نقفل، عاملين معسكر صح، معسكر يقدر يخلينا نلعب ماتشات كويسه في كاس العالم. ان كل ده هيبقى في شنك لو انت رحت خسرت ال3 ماتشات ورجعت، هيبقى ايه لازمتها كل اللي احنا عاملينه ده والفرحه وكل واحد يطلع فيهم في الاعلام ويقعدوا يتكلموا الاعلاميين وانجاز الصعود لكاس العالم. ده مش الصعود لكاس العالم دلوقتي، ما بقاش انجاز بالنسبه للمنتخبات الكبيره، ده ما بقاش انجاز، ده بقى حاجه اسهل من السهوله. ان كل الانديه المنتخبات عندها فرصه كبيره ان هي توصل لكاس العالم دلوقتي.
انا مش ذنبي ان نيجيريا ما قدرتش تستغل مجموعتها الضعيفه، ولا عشان ما حدش يجي يقول لي اصل في منتخبات كبيره هتبقى دلوقتي موجوده في الملحق ده. انا مش ذنبي، ولا ذنب اي مشجع شايف كده، ان نيجيريا عندها لعيبه تأهلها لكأس العالم من قبل ما تبدأ التصفيات. لكن انا مش ذنبي ان هم ما عندهمش مدرب كويس، ولا عندهم، ولا على حسب اللي هم فيه بقى هناك في نيجيريا. انا دي حاجه مش مشغلش بالي بيها، انا اشغل بالي بنفسي بقى، بالمنتخب بتاعي. احنا عندنا تخطيط، ما عندناش تخطيط. انت واثق ان انت هتعمل كأس عالم كبير؟ لا، مش واثق ان احنا هنعمل كأس عالم كبير. انت تقعد كده مع نفسك في مره وتتخيل ان انت تعمل كأس العالم زي اللي عملته المغرب في 2022، هنبقى ناس كدابه، هنبقى ناس متعشمه بزياده قوي 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 قوي. انت يا رب في كاس الامم الجايه بقى قدام منتخبات افريقيا تقدر تعمل حاجه، ما تطلعش من دور ال 16 زي كاس افريقيا الاخير. ففي الختام انا بس عايز ان المنتخب ده يتقفل عليه كويس، سواء بقى ايا زي ما قلت ايا كان مين المدرب، يبقى عامل المعسكر الصح، مؤهل لعيبته للماتشات اللي احنا داخلين عليها. عشان خاطر انا بالنسبه لي انا كاس العالم، التاهل لكاس العالم بالتصفيات دي بعدد المنتخبات دي، انا اسف، ده هيبقى انجاز كذاب. ده هيبقى انجاز اتحاد الكوره عايز يحطه في السي في بتاعه عشان احنا يبقى اسمنا تاهلنا لكاس العالم. لكن التاهل لكاس العالم دلوقتي بقى سهل جدا 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 جدا، ما بقاش صعب زي زمان. ولا انت مستني بقى تلاعب الجزائر، ولا بعد ما نخلص تصفيات هنلاعب غانا فهنشوف هنعمل ايه، ولا التصفيات الصعبه بتاعت زمان لما كانت افريقيا بتاخد 5 بالعافيه. لا، انت دلوقتي بتاخد 9 ونص. يعني يعني ما فالكلام يعني بيبقى لوجيك شويه ان انت التاهل ده مش حاجه يا لهوي احنا تاهلنا لكاس العالم. انا بصراحه مش شايف، مش مقتنع بالكلام بتاع الناس اللي هي بتيجي بتقول اصل المجموعه. طب قبل كده كان عندنا بنلعب في مجموعه سهله وماتشات سهله وما بنتاهلش لكاس العالم. دي غير دي، انت هنا كنت 5 بس، فكله بينطح في بعض. ففعلا اللي هيبقى احسن في افريقيا هو اللي هيتاهل لكاس العالم، وممكن يبقى الاحسن في افريقيا ما يتاهلش لكاس العالم، زي ما حصل معانا في فترات كتيره. لكن دلوقتي انت بقى بالنسبه لك الفرصه ان انت تتاهل لكاس العالم كبيره جدا. فالتفكير الصح اللي يبقى بعد كده، بعد ما تاهلت لكاس العالم، والله احنا هنعمل ايه؟ هو ده اللي الناس اللي تفكر فيه. فبس ده اللي كان عندي. مبروك طبعا للتأهل لكأس العالم، مبروك لكل مشجع مصري في ان احنا تأهلنا لكأس العالم. ده حاجة كبيرة ان انت هتلعب في كأس العالم، دي حاجة كبيرة برضو، عمرها ما هتفقد قيمتها. بس هتبقى وحشة لو زي ما رحنا في 2018 رايحين ورجعنا متعبيين. فبس اتمنى يحصل عكس كده، واتمنى اشوف منتخبي بيكسب. يعني يعني نكسب ماتش ولا حاجه، ولا نشوف نفسنا في الدور التاني ده. يعني اتمنى يحصل كده. بس هل انا متفائل؟ انا مش متفائل. بس فده اللي كان عندي عن تأهل المنتخب، واسف على الاطاله. اتمنى الحلقه تعجب حضراتكم، واشوفكم في حلقه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.